皆さん、こんにちは。كيوا أنمي ناتسوتي وهاناشي شيماس. بطبيعة الحال الشيء اللي كيعني باللي اليوم غندويو على الانمي. بطبيعة الحال حنا الناس اللي دوزنا بزاف ديال الحوايج ومن بدا سبيس تون اللي باقي شي كلمات بحال سنعود بعد قليل. لاصقة لينا في راسنا. وسبيس تون اللي كان بزاف ديال الانميات كيتعرضوا فيها من بينهم ناروتو، دراغون بول ولا حتى وان بيس. وبطبيعة الحال هذه الحلقة غادي نكتشف فيها شنو هو الانمي. الانمي الكلمة نبداو بالكلمة. انمي هي اختصار لكلمة انيميشن. انيميشن اللي كانت كتعني بطبيعة الحال رسوم متحركة. ولكن هذا انيميشن كتقال الرسوم ديال الشينوا، الرسوم اليابانية كتسمى انيم. بلا ما تخلي قال لك شي واحد الرسوم ديال الشينوا راه بحال خذها بحال ترجم لك الكلمة، حيت اصلا الترجمة ديالها هي رسوم يابانية، رسوم ديال الشينوا. وطبيعة الحال نرجعو للقرن 13 و 12. بطبيعة الحال شحال ما قلت فيها طبعا في اليابان القديمة اللي غتكون فيها واحد الحاجة اللي سميتها إيما كيمونو ولا رسم على المخطوطات. كتكون واحد المخطوطة بحال ديال المعلم شيفو، كيكونوا فيها صور ولا رسومات وكيكون فيها قصة في التحت كتقرا من اليسار لليمين، واللي كتسمى بطبيعة الحال هاد الأيام مانغا. هاد المانغا باقي ما وصلت لديك الشكل ديال الكوميكس. ومن اشهر هاد المخطوطات ولا الرسم على المخطوطات ولا إيما كيمونو هي تشوجي كيكا، واللي كانت واحد الرسومات فكاهية ديال الحيوانات. ومن بعد العصر اللي كان من بين القرن 13 و 12 جا واحد العصر اللي سميتو الساكوكو، اللي كانت فيه اليابان بشكل ديال الانغلاق، كانت منغلقة على راسها بحال كوريا الشمالية. بطبيعة الحال في ديك الوقيته حتى واحد ما كيدخل وما كيخرج منها الا واحد الفئة مخصصة اللي كانت تجار الهولنديين والصينيين، ولكن حتى هما كان الحد ديالهم هو ميناء ناكازاكي. هي تفوت داك الميناء ديال ناكازاكي غادي تسمع 前はもう死んでいる。何？大は匠でギゼブ。 من بعد هذا العصر ديال التاكوكو كان العصر ديال ميجي اللي بدا اخيرا في اليابان كتنفتح على العالم الخارجي والثقافه الغربيه وخصوصا امريكا اللي غادي تبدا تانسبيرا منها من دوك القصص ديال الكوميكس. وهادشي اللي خلى المانغا من الخطاطات من داكشي ديال الخطاطات تولي على شكل كوميكس. ومن بعدها غادي تبدا تطور ديك المانغا حتى غيوصل واحد السنه لا غيتزاد فيها واحد الشخص اللي مهم جدا في التاريخ ديال الانمي، اللي هو الاب الروحي للمانغا والانمي. رحبوا لي يا سيداتي وسادتي اوسامو تيزوكا. وبطبيعه الحال هاد اوسامو تيزوكا فاش يلاه بدات كانت ديك ديزني يلاه كتنتج دوك الرسوم ديال ميكي ماوس، داكشي اللي خلاه يتانسبيرا بزاف من ميكي ماوس واللي مهووس بميكي ماوس وحتى الرسوم ديال ديزني، لدرجه انه عاود واحد الفيلم اللي سميتو سنو وايت 80 مره والله كاع اكثر. ف ومن بعد هو داك صاحب ستايل ديال كامل هاد الانيمات اللي كنشوفو ديال العينين كبار وهاد الشكل اللي كنشوفو اللي ما كيعجبهاش اليابانيين بمره، هو الصاحب ديال هداك ستايل. وطبيعة الحال كيدير العينين الكبار ماشي حيت ما كيعجبوش عينيه، حيت الشينوا عارفينهم عينيهم كي دايرين. وبطبيعة الحال هادشي حيت هما كيامنوا بواحد الحاجه باللي المشاعر كتقرا في العينين، داكشي علاش كبر لهم العينين باش يقدروا يقراو دوك المشاعر. ومن غير هادشي بطبيعة الحال ديك الوقيته واخا كان عندهم اوسامو تيزوكا كان باقي اليابان متاخره بزاف على امريكان كانت باقي متطوره على اليابان. ولكن غتجي واحد اللحظه اللي غادي تقلب كامل الموازين ديال القوه، واللي كانت الحرب العالميه الثانيه 1942. يا ربي ما نكون خطيت في التاريخ. وبطبيعه الحال ديك الوقيته غادي بدا تستعمل الرسوم المتحركه ماشي كفن ولا الانمي باش ما يتقلقوا الناس ديال الاوتاكو ديالنا. الاوتاكو بطبيعه الحال هما الناس اللي بزاف مليين بالانمي. anyway باش ما يتقلقوش الناس، الانمي ولا كيتستعمل كسلاح ماشي كفن. ومن بعد غادي طراو على الفاجعه اللي باقي كنعقلوا عليها وما كانش شي واحد اللي ما عرفهاش، هي قنبله هيروشيما، قنبله الذريه اللي طلعت على هيروشيما. من بعدها تخرج اليابان من الحرب العالميه الثانيه منهزمه، وجاو الامريكيين الجنود بقاو 7 سنين في اليابان. شنو كانوا كيديروا بالسلامه؟ كيقراو الكوميكس. اليابانيين شافوا ديك الكوميكس عجباتهم، قالوا خاصنا بحال ديك الكوميكس. واي نوت اوسامو تيزوكا خرج لينا المانجا ديال استرو بوي، واللي كسرات الوقت في ديك الوقيته. ما عرفت شنو كنقول، لكن المهم اصبروا عليه. وبطبيعه الحال دار بوم
وصلت المبيعات ديالها فوق 100 مليون. الا كنت كنحسب بهذا الشيء قليل بحالي انا، خصك تسمع باللي ديت نوت اكثر منها. المبيعات ديال استروبو اكثر من المبيعات ديال ديت نوت، وانمي بحال سباي اكس فاميلي. وطبيعة الحال باش نصدمك اكثر، مجموعين الا جمعتي ديت نوت وسباي اكس فاميلي باقي ما غيوصلوا لاسترو بوي. وهادشي اللي غيخلي واحد القناة تلفزيونية يابانية المهم في ديك الوقيته، ما عليناش نديرو عاوتاني وثائقي سميتها فوجي، قالت ليه خصنا نحولو على المانجا الانمي. بطبيعة الحال حتى الانمي ديالها غادي يتشهر وغادي ينجح وغيمشيو عند ميريكان ما غتقبلش تحول ليه تبقى تنشر دوك الحلقات ديالها، ولا قبلات وبدات كتقص منها وكتنقص من الحلقات حيت فيها العنف. اليابانيين كانوا ديك الوقيته مكلمنين، داكشي علاش ما كانوش مولفين شي حاجه سميتها الشخصيه المفضله ديالهم تموت ولا شي لعبه بحال هكاك، ما كانتش عندهم الدم، ما كان عندهم في داكشي في الرسوم زعما. ولكن هادشي كامل غيوقف حيت واخا اوسامو تيزوكا كان متسامح مع الطريقه ديال انهم يقطعوا الحلقات وينقصوا منها، كان المنافسين ديالو بطبيعه الحال ولاو هما ستوديو غيبلي. هذا استوديو مشهور بزاف واخا انا ما كنعرفوش، ولكن المهم استوديو غيبلي. استوديو غيبلي كيفاش نشرح لكم، كانوا مؤلفين سميتو برانسيس مونوكي. في ديك الوقيته كان واحد استوديو امريكي سميتو ميراماكس كان باغي يخرج داك الفيلم، ولكن قال لك فيه بزاف ديال العنف. شنو دار؟ صيفط الاستوديو غيبلي وقال لهم خاصني نقص، خاصني ندير، المهم راه فاهمين. وهو يرد عليه داك الرئيس ديال استوديو غيبلي ولا احد المؤسسين ديال استوديو غيبلي على الرئيس ديال ميراماكس، صيفط ليه باش يبوكو دفلو ماشي شي باقة وارد ولا شي حليب ولا شي تمر، صيفط ليه بطبيعة الحال الحاجة اللي كاملين كنعرفوها على اليابانيين، صيفط ليه سيف كاتانا ومكتوب عليه نو كات. اش كاين هاد اليابانيين تخيل صيفط لشي واحد الحبيبة الطويلة وتقول ليه نو كات. المهم ومن بعد ما من ديك الحادثة هذيك حتى واحد ما قد انه ينقص ولا يدير شي حاجة في الانمي الياباني، حتى جات التعديلات واللي ما خلات حتى حاجه في شي انمي ما بدلاتو. سبيس تون باش ما نتسموش باللي حقرناها غادي نعطيكم شي معلومات عليها. سبيس تون كان اول عرض ديالها في 2000 فعلى القناه بحرانيه ولا ماركه كنت نقلك اسم البلد. ومن بعدها في 2002 خرجت لنا سبيس تون كقناه مستقله، ولكن هذا الانمي له جوانب سلبيه بطبيعه الحال، ومنها الجانب السلبي ما متعلقش بينا كمشاهدين، الناس اللي كيرسموا الانمي، حيت دوك الناس كيجدوا $2 على كل رسمه، والرسمه الواحده بطبيعه الحال دابا انت يمشي عقلك بعيد تقول لي $100. $100 غادي يديروها ساعه 50 ساعه غيضربها في جوج، هي $100 غيخدموا 100 ساعه يجدوا 2000 درهم. شنو بغاو بطبيعه الحال حيت ماشي ساهله، حيت رسمه وحده خاصها اكثر من ساعه. عارف بعد شحال خاصهم يخدموا لها العبيد وما غدامينش بحال هكاك. وبطبيعه الحال هاد الناس هادو غادي يبقاو يخدموا بزاف وباقي فقراء للاسف، ولكن هما قالوا لك حنا خدامين على هادشي حيت عزيز علينا. وحتى واحد السيد واحد الرسام ديال الانمي ما عقلش في المسانه، ولكن المهم انتحر بسبب انه خدم اكثر من 600 ساعه في الشهر. وهادشي كامل بسبب السيد اوسامو تيزوكا، حيت واخا دوك العينين الكبار اللي كان كيحسب لكم على حساب المشاعر وكذا وهو كان دارهم باش ينقص التكلفه ديال انتاج استرو بوي. وبدا كيعاود حيت تلاحظوا في شي انمي بلي اللقطات كيتعاودوا، نفس اللقطات كيتعاودوا، دارها حتى هي هو باش ينقص التكلفه. وطبعا الحال بزاف ديال الحوايج دارهم ونقص بلا التكلفه، وحتى الفريمات بحال في شي ثانيه 24 فريم رجع هو 12 هي اكثر من النص باش ينقص التكلفه، وهادشي اللي خرج حتى على الرسام. وبطبيعه الحال الانمي ماشي شي حاجه خايبه، ماشي شي حاجه اللي عاوتاني تقدر تخاف منها، غير خصك دير بالك ما تفرجش في اي حاجه، ما تبقاش تانسبيرا بزاف من اي حاجه. ونجاوب على هذا السؤال، اخر سؤال هو علاش الناس كيكونوا مبلعين بدوك الانمي. بطبيعه الحال فاش كتكون صغير ما كتكون عارف والو بحالي انا، كتقلب على ناس باش يولوا صحابك، وانت باش يولوا صحابك خصك تكون شي حاجه كتجمع بيناتكم. ها بنادم اللي كيدخل الانمي وكيبدا يتبلا به بسبب انه كيقلب على شي حاجه تجمعوا مع الناس، تجمعوا مع شي مجتمع واحد اخر، هذا اللي فيه وصافي.